هنرحب بضيوفنا في الاستوديو. احنا معانا ضيفين، معانا احمد حسن، واحمد حسن هو طالب في كليه الاعلام وهو المشارك معايا النهارده في الحوار البارتنر بتاعي. ازيك يا احمد؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. احنا بنتكلم النهارده عن السفر بره، وده حلم بالضبط. لكتير جدا من شبابنا، فاحنا هنتكلم اكتر. لكن خليني الاول اعرف كمان ضيفنا اللي معانا في الاستوديو. معانا عبد الله سليم، هو وكيل برلمان الجامعات. اهلا بيك يا عبد الله. اهلا بحضرتك يا فندم. معاك اتنين بقى مستعدين النهارده نتكلم في الموضوع. جاهز. يلا احمد، ايه رايك في الموضوع ده؟ بصي، هو كويس جدا ان الانسان بيكون عاوز يتطلع للافضل، يحقق حاجه، يغير مستوى معيشته، بس لما يكون في اطار وحدود شرعيه، مرميش بنفسي في التهلكه والجا لمصادر تكلفني وتكلف بلدي كتير. تمام. فاحنا محتاجين نعرف الشباب ايه هي المصادر الشرعيه، ازاي يغتنموا الفرص، علشان هو لما بيتخرج يخلص تعليم او يخلص جيش يقول لك ايه، يلا انا هسافر. الموضوع مش بالساهل، خاصه انك لازم برضو تستعد كويس وتأهل نفسك ايه كويس. تمام. فاحنا ازاي نأهل الشباب، وازاي ان احنا نقول لهم ان في فرص شرعيه موجوده بحيث ما يلجأش للطرق الغير شرعيه، لان الموضوع برضو يبقى تجاري، ان في سمسره للهجره الغير شرعيه، والناس تدور ان انا ازاي اخد منك فلوس، انت هتبيع مش عارف ايه، لا ده انا هجهز، يلا يا باشا جملتين انجليزي يلا بينا نسافر. الموضوع ما بيتحسبش كده. تمام. فاحنا ازاي نعرف شبابنا ان انا لما اتخرج لازم اأهل نفسي كويس، اتعلم اكتر، اخد كورسات اكتر، اطور من مهاراتي، بحيث لما اروح هناك ما تكونش تجربه فاشله. خاصه ان احنا عندنا 90% من الناس اللي بتسافر سنويا او العماله للخارج في مصر بترجع بعد فتره قريبه جدا بعد ما بتمر بتجربه ايه فاشله. فاحنا مش عاوزين ده، احنا عاوزين نروح بره نحقق حاجه ونرجع بالنفع على اهلنا وعلينا احنا في الاول وعلى البلد بتاعتنا. واخد من كلامك بقى واروح لعبد الله. عبد الله، بما اننا بنتكلم عن احنا ازاي نعرف شبابنا المصادر الشرعيه اللي يقدروا ان هم عن طريقها يسافروا بره لو هم عندهم حلم السفر لبره علشان يقدروا يلاقوا فرصه عمل كويس. اولا مساء الخير عليكم. خلينا نتكلم في نقطه احمد، بسم الله ما شاء الله، يعني يعني هيبقى تاريخ في الاذاعه باذن الله. نتكلم عن موضوع ازاي نعرف الشباب يساعدوا نفسهم، دوله برضو لازم تساعدهم. برضو في حاجه عايز اقولها مهمه جدا تكمله لكلامها، ان هل الموضوع برضو متوقف انا اتاهلت هنا وجهزت والدوله وفرت لي الفرصه، انا سافرت. طبعا كل شعب وكل دوله ليها ثقافتها، فازاي الشخص يتاقلم مع ثقافه كل دوله هو عايش فيها وما يتاثرش بالمجتمع الغربي. تمام. اما اروح ما تاثرش. انت عندك اكتر من 14 مليون مواطن مصري بيمثل العماله بالخارج، من 450 ل 500 الف مواطن بيسافروا سنويا. 90% من الناس دي بترجع تاني بعد تجربه فاشله. طب انا هنا كشاب ايه اللي المفروض اعمله عشان امر بتجربه ناجحه وما اروحش ارجع زي اللي سبقوني؟ هو التجربه الفاشله والتبص اقول لحضرتك بتاعت الجامعه ما هياش الشهاده الاساسيه دلوقتي. انت الماجستير دلوقتي بقى الشهاده الاساسيه. شوف كم، يعني انت لو فتحت الفيسبوك هتلاقي حفله كده يعني مباركه ماجستير. هو دوت بقت شهاده العصر دلوقتي، ولا الليسانس ولا البكالوريوس هو شهاده العصر. وخلي بالك برضه على ذكر المهارات، في ناس كتير فاكره هل الموضوع يعني هو لغه بس، يعني هل انا اتعلم لغه فقط هبقى انا كده عندي القدره ان انا اتعامل مع الشعب بره او ثقافه كل دوله بروحها؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتكلم ان اللغه هي رقم واحد. تمام. انت عشان تحط لا رجلك عشان ده كمان على مدار السنين كان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتخلي الشباب انا عندي